السلام عليكم ورحمة الله ومرحبا بكم في قناة مطبخ هبة المرابط. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في أحسن الأحوال. الاقتراح ديال اليوم، وبما أننا على أبواب الصيف، سلطة بالخضر مشكلة منعشة. ممكن أننا نرافقوا بها الأطباق الرئيسية ديالنا، أو نرافقوا بها المشويات، أو لا حتى نوجدوها كوجبة عشاء خفيفة. إذا ما نطولش عليكم ندوزو للمقادير. في المقادير احتاجيت الجزر اللي قشرته وقطعته دوائر، بطاطا كذلك اللي قشرتها وقطعتها مربعات صغيرة، واللوبيا اللي زولت هذاك الخويط اللي في الجناب وقطعتها على شكل طولي. هنا ما غنعطيكمش كمية محددة لأنه كيبقى على حسب عدد أفراد الأسرة. إذا كناخد الكسكاس وستفت فيه الخضرة على هذا الشكل هذا. كنحاول كل نوع كنحطو بوحدو باش كيتخلطوليش من بعد. وضفت واحد الرشيشة ديال الملحة من الفوق باش الخضرة كطيب شوية بنينة. إذا خديت البرمة درت فيها واحد الكمية ديال الماء، وضفت كمية ديال الروز الأصفر اللي غسلته من قبل، وكذلك رشيشة ديال الملحة. حطيت الكسكاس الفوق غطيته وغنخلي كلشي يطيب على نار متوسطة. إذا من بعد ما تسلق الروز كنخليه حتى كيبرد تماما. ضفت له علبة ديال الطون من بعد ما صفيتها من الزيت، كمية ديال الذرة المعلبة أو المايس، وواحد الملعقة كبيرة مملوءة جيدا ديال الكورنيشو اللي حكيته في الحكاكة الغليظة. ممكن أنكم تعوضوه بزيتون خضر مقطع رقيق، وملعقة كبيرة مملوءة جيدا ديال المايونيز. إذا كناخد واحد الزلافة كندير في وسط منها هاد الزلافة هادي صغيورة باش كنحصل من بعد على واحد الحفيرة، وكنوضع الخليط ديال الروز مع باقي العناصر وانا كنضغط باش من بعد الروز كياخد الفورمه ديال ديك الزلافه. حطيتها على جنب. خديت اناء اخر درت فيه 3 المعالق كبار تقريبا ديال زيت الزيتون، عصرت عليه ربع حامضه، ضفت شويه ديال الملحه لان الخضر تبخرت مع الملحه والروز كذلك تسلق مع الملحه. اذا ندير غير واحد شويه وكتبقى الملحه على حسب الذوق. راس معلقة ديال الإبزار أو الفلفل الأسود، وملعقة كبيرة مملوءة جيدا ديال المعدنوس اللي قطعته رقيق. إذا كناخد الخضر كل وحدة بوحدها من بعد ما بردت تماما. كنوضع مقدار 2 حتى 3 المعالق كبار ديال الخلطة أو ديك الصلصة اللي وجدت. إذا كنحاول ندمج العناصر مع بعضياتهم على هذا الشكل هذا. من بعد خديت طبق ديال التقديم، قلبت فيه ديك الزلافة اللي كنت حطيت فيها الروز في الوسط، وغادا نستف الخضر ديالي. إذن كنحاول نقسم كل نوع ديال الخضر على جوج وكنحطو هكا على شكل متقابل، وبنفس الطريقة كنستمر حتى كنكمل باقي الخضر. إذن خديت الكمية اللي عندي ديال الخيزو ولا الجزر، ضفت ليه 2 معالق كبار من الصلصة، كنخلطو حتى هو مزيان، وغنضيفو البطاطا في الطبق ديال التقديم حتى هو كنقسموه على جوج وكنحطو هكا بشكل متقابل. بالنسبة هنا للتزيين ولا الترتيب ديال الخضر كيبقى اختياري، أنا عطيتكم غير اقتراح فقط. وتبارك الله نساء المغربيات والنساء العربيات والنساء بصفة عامة كلهم فنانات تبارك الله ما شاء الله. إذا تفننوا وزينوا السلطة ديالكم كيف ما بغيتوا. إذا هنا نفس الطريقة بالنسبة للوبيا الخضراء، حتى هي وضعت عليها ما تبقى من الصلصة، خلطت كلشي مزيان وغنوضعها حتى هي في طبق التقديم على هذا الشكل هذا. من بعد خديت واحد الحبة ديال الباربة اللي تكون مسلوقة، قسمتها على جوج، النص حطها في الطبيخ والنص الآخر غنقطعو هكا على شكل شرائح تكون رقيقة، وأكد أنها تكون رقيقة بزاف، وكنستفها هكا على شكل طولي وكنلفها على نفسها على هاد الشكل هذا. إلا ما كانتش رقيقة راه ما غاداش تجمع لكم بكل سهولة، إذا حاولوا في التقطاع تكون رقيقة ما أمكن. كنرجع لطبق التقديم، كنزول ديك الزلافة اللي كنت عمرتها بالرز في البداية وغير بشويه باش كنحافظ على الشكل. كنزول عاود ديك الزلافه اللي عندي في الوسط وكنوضع ديك الورده ديال البربه في ديك الحفيره. ومن بعد خديت واحد البيضه، هي بيضه واحده مسلوقه، قسمتها على 4 وزينت بها السلطه على هذا الشكل هذا. اذا التزيين كيبقى اختياري، تفننوا كما عجبكم. هذا هو الشكل النهائي ديال السلطه. المذاق والمنظر كيجي ديالها غزال كيشهي. كنتمنى انكم تجربوها وتنال اعجابكم، والى اللقاء في فيديو قادم بحول الله.